السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بيكم، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين وبعد عليكم الأيام بخير يا رب العالمين. داخل علينا شهر رمضان الكريم، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى. فلازم بقى، عشان انتوا عارفين رمضان شهر العبادة، فنعمل حاجات كده، تحضيرات قبل منها. تحضيرات يعني مثلا معايا الفاصوليا الناشفة دي، ومعايا اللوبيا الناشفة. فنشوف هنعمل فيهم ايه، ونظبط بالصوص بتاعها، بحيث ان احنا نيجي ايه، ساعة الفطار كده نقوم مطلعين الأكياس في ساعتها كده، ونخلص في ساعتها. تمام، ما ناخدش وقت طويل، ما نقعدش طول النهار في المطبخ. تمام. معايا كيلو لوبيا، قصدي سوري، كيلو فاصوليا بيضة كده. ومعايا نص كيلو لوبيا ناشفة. تمام. هنغسلهم كويس قوي 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 تحت المية الجارية، عشان هننقعه لمدة ليلة. الفاصوليا بالذات هتتنقع لمدة ليلة. اللوبيا ممكن من 4 ل5 ساعات. مع بقى واحنا نقعينه ان احنا نغير المية كده عليهم على طول، يعني كل ساعة كده مثلا نغير ايه المية مرة مرة كده، يعني عشان تبقى جميلة كده وما تعملش اي روايح كريهة او اي حاجة. تمام. تاني حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنغسلها ازاي؟ الاول هنقيها كويس من اي شوائب او اي حاجة، وهحط مصفى كده على البولة بتاعتي، وهغسلها كويس جدا جدا، عشان لو فيها بعض طين او اي حاجة تنزل في القاع تحت بتاع القاع البولة بتاعتي من تحت. فالمصفى بتبقى حايشة الفاصوليا من فوق، فبتبقى ايه، بتبقى اضمن واحسن. يعني مثلا طينية زي كده مثلا كده، معلش سوري يعني في اللفظ، زي دي كده. فدي كده ايه، هي في المية بتبوش وبتنزل في ساعتها. لو في بقى اي شوائب تانية ننقيها كده مع بعض كده، وتبقى زي الفل بإذن الله تعالى. دلوقتي بقى اهو رجعت لكم بعد ما انا ايه، بعد ما غسلتها ونقعتها اهي في الميه. وهنغير الميه عليها بالليل، احنا بالليل اهو. فنفضل بقى معاها لغايه ايه، ننقعها مرتين تلاتة كده، نغير الميه مرتين تلاتة كده عليها قبل ما ننام. ولغايه الصبح هنقوم نلاقيها نفشت بقى وبقت جميله كده. تمام. بقى رجعت اهو بعد ما ايه، نقعت اللوبيا والفاصوليا ليله كامله. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. الميه اللي انا هغلي فيها، هسوي فيها اللوبيا. مش هنسويها طبعا، مش هتاخد وقت كبير لان احنا نقعناها، فسرعنا التسويه بتاعتها. وكذلك بردك الفاصوليا نفس الطريقه. بص الفاصوليا بقت الحبه عامله ازاي، ما شاء الله، كبرت وبقت قمر ازاي. بردك حاطه فيها الميه اهي. لازم تكون الحله كبيره شويه عشان هي هتغلي، فهتعمل ممكن فوران فنبهدل الدنيا. فلازم الحله تكون ايه، كبيره شويه كده، عشان تساعي ايه الكميه اللي احنا حاطينها. دلوقتي انا هرفعهم على النار، ومش هسوي للاخر. هسوي ايه، هوريكم ازاي الطريقه، عشان خاطر احنا هنحطه في الفريزر. فالفريزر بيحصل ايه، التلج بيسوي اللوبيا او الفاصوليا اكتر. تمام. هنشوف باذن الله. دلوقتي معايا بصل، ومعايا الكبه بتاعتي. اما بلاقي كميه كبيره كده في البصل بستسهل بصراحه، وبعملها في الكبه بتاعتي وخلاص على كده. تمام. هقطعها كده. طبعا لازم اقطعها شويه كده عشان خاطر اسهل المأموريه على الكبه بتاعتي، عشان احافظ عليها. تمام. ودلوقتي انا هضرب البصل بتاعي دوت، بس ايه مش عايزه ازعجكم معايا. ودلوقتي خلاص انا طحنت البصل، ومعايا دي هنا كده حوالي 2 كيلو طماطم معايا، او 2 كيلو ونص كده، انا مفرزاهم. وبحب استخدمها على طول متفرزه، لانها بتسهل عليا كل الشغل وكل الدنيا حواليا، بتبقى سهله جدا كمان. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي السمنه بتاعتي ساحت اهي، هنزل فيها بقى بالبصل. مش هحمرها، ها، انا بحبها تفضل لونها فاتح، عشان البصلة الغامقة بتغمق الصلصة نفسها. لما بتفضل فاتحة كده بتخلي الصلصة تبقى حمرا ولونها زي القمر، يبقى أحلى طبيخ عاملاه. تقدمي الطبق كده يبقى لونه أحمر وردي كده قمر. ها، يعني سيكة صغيرة قوي، وهنزل الطماطم خلاص. تمام.
في الاثناء دي كده هنزل بالطماطم بتاعتي كلها كده. كده كده قمر بالنسبه لي، كده قمر. والسكر كده حلو قوي، حاطه معلقتين زي الفل. وهملحها وما بحطش غير كده الفلفل الاسود والملح والسكر فقط، وهغطيها بقى لغايه ما تفك وتتسبك. هي تقيله ازاي ما شاء الله، تقلت ومبقاش فيها اي ميه، وبقت كده زي الفل وتمام جدا جدا جدا. الحله دي انا هطفي النار عليها خلاص، واول ما تبرد هعبي بقى. خلاص بعد ما خلصت خلاص اللوبيا والفاصوليا والصلصه بتاعتها. بصوا اللوبيا الفاصوليا عامله ازاي، بصوا بصوا ماسكه نفسها ازاي، عشان لسه هكمل سواها تاني. انا هنا ده انا اتكيت عليها بصباعي، اتكيت عليها بصباعي كده، انما بصوا هي ماسكه نفسها ازاي الطريقه دي ازاي، علشان خاطر لسه ما احطها في الدمعه تستوي مع الدمعه تاني. تمام، ما تبقاش طالعه شكلها ايه مهريه خالص وكده يعني. تمام. بصوا اللوبيا برضو، اوبس بصوا اهي. تمام، اديني عملتهم اهو وسيستهم كده، وكل واحد بقى يعبي على حسب ايه هو بيحتاج قد ايه بالظبط. تمام، بنخرج كده شويه الهواء كده بس منها ونربطها ون ايه، ويبقى سهل علينا في شهر رمضان الكريم ان احنا ايه نطلع الكيس يبقى بالدمعه بتاعته يا دوبك. يعني كنا هنحط لحمه او فراخ كل واحد على حسب امكانياته، يعني يا دوبك يتسقط فيها على طول. تمام. تاني حاجه بقى كمان، انا هنا معايا الصلصه، هي الصلصه دي مش مخففه باي ميه، دي تسبيكه يعني طماطم بس، فهي هتطلع هنزود عليها طبعا ميه او شوربه حسب الامكانيات اللي عندكم ايه، عشان تبقى مخففه شويه، عشان يسقط فيها اللوبيا او الفاصوليا. واللوبيا والفاصوليا هي نفس التسبيكه بتاعتهم واحده. انا بقى بحب اعمل ايه، بحب احط الاتنين كده عشان اعرفهم في الديب فريزر ما يتوهوش مني، وبالاسترتش رول واقوم ايه لفه عليها. بسم الله. دايما بيعاكس معانا. تمام، بصوا كده اقوم لفهم كده مع بعض كده، يبقى ايه انا عارفه ان دول اخوات بعض، اما اطلعهم مش هتوه عنهم. تمام، شوفوا الفكره اهي، ولا في اطباق ولا حاجه خالص عشان ما ياخدش مساحه معانا في الديب فريزر. تمام كده زي الفل. وكذلك اهي انا عملت كده ديت الفاصوليا اهي بحاجتها، كذلك بردك اللوبيا نفس الطريقه هقوم عامله كده، وهقوم لفاها بالاسترتش رول بحيث ايه اظن كده الفكره وصلت تمام جدا جدا. طبعا دول بردك هلفهم نفس الطريقه مع زي دول كده عشان احطهم مع بعض في الدرج الديب. يا ربي اكون عرفت اوصل لكم حاجه كويسه يا رب العالمين، يا رب تستفادوا مني، يا رب تستفادوا مني. اقول لكم بحبكم في الله باذن الله تعالى. يهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، ولسه في افكار تانية هعملها ان شاء الله معاكم باذن الله تعالى. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافيه. ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب. السبسكرايب لازم تفعلوا السبسكرايب عشان يوصلكوا كل اشعار لكل فيديو بعمله. ان شاء الله خير باذن الله تعالى. كان معكم مطبخ هند. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.